الوضع الراهن اليوم في الاقتصاد مش باش يحلها خبراء في الاقتصاد ولا غيره، يحلها كان الواقع على خاطر حل الأزمة الاقتصادية في الواقع مش أرقام ولا حلول شتى ولا أفكار شتى ولا آراء ممكن أعطام شتى، مش هذا هي حل الأزمة الاقتصادية في الوضع الراهن اليوم في تونس. أخي من تقولوا اللي مواردنا ضعيفة قل وقليلة فهمت بصفة عامة نحن فهمت، واللي تونس قوتها في ثقافتها وقوتها في ولادها هذا هم راس مالها في التعليم وذكاء ولادها والى غير ذلك فهمت، من تقولوا حتى فهمت، وتو كما نقولوا نحن إذا كان هي البنيان نتاعها تونس من قبل على هذا يعني على كما نقول نحن قوة ولادها وذكاء ولادها كما نقولوا نحن فهمت، مش في موارد أخرى. كيفاش أنت اليوم تنصب ولا تنسب الإخفاء فهمت كخبير ولا كحكومة ولا كمعارضة تنسب الإخفاء إلى أشياء مانيش مبني عليها الاقتصاد من قبل قلت الاقتصاد يعني عظمة الاقتصاد بتاع البلاد هي مبني على ولادها فهمت، عن خاطر هي مواردها فيها فهمت، كيفاش أنت تسوي الإخفاء هذا تنسبه فهمت الأشياء مانيش مبني عليها يعني في الاقتصاد من قبل فهمت، وزيد في ذات التضخم الموجودة تحب تبني أشياء جديدة فهمت تتطلب سنين مش تتطلب بيانات، تتطلب سنين لإنقاذ الأزمة الاقتصادية في البلاد في الوضع الراهن. مش معقول هذا. تقول يا باش نعمل ما نديش شنو وما نديش شنو حاجات 6 سنين. التوانسة هذا مطالبهم اليوم في أزمة اليوم في الاقتصاد في حال المشكل الوضع الراهن عاجل مش مستقبلا للساعة، مستقبلا حكاية أخرى. الكتاب أعطيك 200 مليون فكرة حكاية مستقبلا كمشاريع مشكلة هذه، لكن كيفاش تحل أنت الأزمة الاقتصادية تو في الوضع الراهن هذا التوانسة طالبينها عاجلا ليس فاشلا للساعة، والوضع يفرض عليك لو تشوف حلول عاجلة. التضخم اللي قالوا عليه الخبراء يعمل مشكلة اسمها الفاقة. التضخم اللي قالوا عليه الخبراء يعمل مشكلة اسمها في الإسلام اسمها الفاقة يعني يسموها نحن الفاقة في الإسلام، وهي من المشاكل الاجتماعية مستعصية تلقاها قبل في قديم الزمان وفي التاريخ. الفاقة تعبت القاضي كلها فماش فاقة ما تعبش من الحكومة نحن في الواقع التعب الحقيقة التعب هي في الحقيقة والواقع. الفاقة هي بداية أزمة، وشنو الأزمة اللي موجود تو في تونس؟ أزمة بداية الفاقة نتاعها العلامات نتاعها واضحة كبداية وفي ظاهرها واضح، يعني الفاقة هذه عندها علامات تو واضحة، أما في بدايتها ماهيش بداية في عمقها تو فما خاطر في عمقها ما نوصلوش حكاية، أما في بدايتها. ولكل أزمة جاية ولا لكل أزمة موجودة من عند البشر خاطر يتم فرق ولا اثنين، فما بداية أزمات وفما أشياء وفما فاقة ربي سبحانه يبتلي بها الناس، وفما فاقة تجي من عند الناس من عند البشر، وكل فاقة تجي من عند البشر اللي هي موجودة تو في وقتنا هذا في تونس اللي هي أزمة أزمة اقتصادية، يعني هي جاية من عند البشر، وكل أزمة ولا كل فاقة جاية من عند البشر إلا وعندها حل. والفاقة اللي هي معناتها تسبب فيها الناس تسبب فيها البشرية يعني في تونس بصفة عامة تسببوا فيها الفاقة الموجودة اليوم فهمت، واللي بدايتها توا ظاهر فهمت، حلها لو موجود حل فيه موجود حل، نحن مش ناخذ نقطة من الأسباب اللي تسبب في الفاقة في تونس فهمت، وكنت تحل النقطة هذه تتحل معها ولا برشا نقاط اللي هي وقت ما نشوفوا الوضع نلقاو اللي تونس تعيش مثال كما نقول نحن مبنية في حد ذاتها مبنية على رجال أعمال يعني نقولوا نحن تعيش من
خبرة الرجال باش يكونوا واقعيين. هذا هو هذه حقيقتها. وهذه البنيان نتاعها الموجود واللي تبنات عليه تونس. واليوم لو كنت تعرف شنو هي، واليوم الحكومات في تونس اللي تداولت عليها تداولت نصارى والكيناش 3 ولا 4 حكومات يا ما تدخلش وقتيه وكيل انت وقتيه كنت تصير في امور. فهمت؟ الحكومات هذه اللي تداولت على تونس فهمت؟ مجمدة ومعزة عندها إعجاز وقاطعة جملة واحدة. فهمت؟ علاقتها مع رجال الأعمال اللي في أصل تونس مبنية عليهم تونس كاقتصاد، عمود من اقتصاد البلاد اللي هما رجال الأعمال. تو الحكومات مجمدة العلاقة بتاعها وقاطعتها ومعزة رجال الأعمال. فهمت؟ ورابط الإصلاح هذا معهم جملة واحدة. هذا سبب واكثر سبب هو اللي عامل في بدايه الفاقه تو في وقتنا هذا. والحكومه شافت في نفسها ولا الحكومات هذول الثلاثه اللي تعديوا شافوا في انفسهم اللي هما ينجموا يعوضوا رجال الاعمال هذوما. فهمت؟ اللي الناس بينهم الفساد. فهمت؟ اللي هما برشا اللي الناس بينهم الفساد ولا اللي كما نقولوا نحن متجه لهم نشوفوا هيك هكاك عطار. الحكومات هذه شافوا في انفسها اللي تنجم تعوضهم الناس هذوما. ولكن الفساد حاجه ان الناس هذوما مبني عليهم اقتصاد البلاد عنده كما نقولوا نحن 15 سنه ولا اكثر. فهمت؟ الفساد الناس هذوما اصحاب خبره ميدانيه مش اصحاب خبره فكريه. ناس متمرسه على الشيء هما رؤوس اموال وحتى ولو كان كما نقولوا نحن قطع النظر على منظومه الفساد اللي دخلوا فيها. ناس متمرسه ميدانيه مش ندافعوا على فسادهم. نحن ندافعوا على اقتصادنا وندافعوا على الواقع نتاعنا الصراحه. شنو عملت الحكومه؟ ما نقولش عملت الحكومه شجعت على اتساع طبقه رجال الاعمال بناس لا علاقه لهم في الواقع ولا لا علاقه لهم بالاعمال كرجل اعمال. فهمت؟ ميداني. شنو عمل؟ شجعت على ناس اخرين. فهمت؟ ما ادريش هي جابتهم انا وحطتهم في طبقه رجال الاعمال على اساس باش يعوضوا لها رجال الاعمال الفاسدين. لكن الناس هذول ما عندهمش خبره ميدانيه كيما رجال الاعمال اللي منتسب لهم الفساد. فهمت؟ لمجرد كونهم معناتها ساعدوهم هذوما رجال الاعمال اللي حطتهم الحكومات تو كما نقولوا نحن. علاش حطتهم؟ على خاطر ساعدوهم قبل في مقاومتهم للنظام السابق. فهمت؟ نحن نقولوا لغتنا نحن نزيع عباره. فهمت؟ علاش حطتهم مكونة منهم رجال اعمال جدد. فهمت؟ هو في حد ذاتهم ما يجيبوا شيء ميدانيا ما يجيبوا شيء. والبلاد راه الاقتصاد ما يكونش على مزيه. نعطي مزيه فلان على خاطر عمومي قبل يا كما نقولوا نحن في عندنا فلوس هذه دعمت بشروط رجال اعمال. هذه باش عملت الحكومات. الحكومه عملت كيف؟ زاد على ذلك رجال الاعمال خذوا من النظام السابق عقارات هذوما اللي منتسب اليهم الفساد وخذوا اراضي وخذوا كما نقولوا نحن برشا حكايات خذوها. فهمت؟ وقالت الحكومه ولا الحكومات هذه الثلاثه اللي تعدوا على تونس قالوا ان هذه الاراضي هذه والاملاك والعقارات والاموال هذه جايه من الفساد. يبيه جايه من الفساد مقتنعين بها. نحن مقتنعين بها. فهمت؟ وموضوع كبير هذا هو رجال الاعمال كيفاش جابوا الفلوس هذه وكذا وشنو يقول فيهم الاسلام في حد ذاته. فهمت؟ يبيه ماشي معاه كان جاي من الفساد. اما انت اصحاب هذوما اللي مثال رجال الاعمال اللي خذاوا مثال اراضي وخذاوا على عقارات وخذاوا اموال. فهمت؟ من ناس مقتنعين انتم قلتوا اللي هذوما فاسدين اختصوها الاراضي هذه والاملاك هذه واللي هي فساد مو قلنا فساد. لكن انت كي باش تعطيها ترشح اصحابها اللي هم يقولوا اصحابها هم باش ترشحها ناس معينه تفكها من هذا وترشحها ناس معينه. الناس معينه اخوي اول حاجه ما عندهاش خبره باش تمشي كما نقولوا نحن اللي تبني من مشاريع تاع رجال الاعمال الفاسده اللي انت تو كما نقولوا نحن خذيتها ورشحتها قلت اللي هذوما اصحابها. فهمت؟ خلتك بها ما ترجعلوش. المفروض شنو ما ترجعلوش مش نحبوا الفساد. نحن المفروض هذا الشخص هذا خالد راهو مثال فلان ولا رجال اعمال هذوما فكولي ارض فكولي املاكي. انت تو تخلي
لم يزيد وخلي العقارات هذيك باش الاعمال هذا كله. فهمت؟ خاطر هما بداو فيها عندهم 10 ولا 20 سنه وهما كما نقولوا نحن يخدموا فيها ويعرفوا كيفاش يخدموها. والناس اللي طالبه كما نقولوا نحن بحقوقها، انت كدوله تاع حكومه تقول لهم كيف قداش انت لازم فيها الحكايه هذه، هذه باش نعوض لك. خاطر انت في حد ذاتك ما عادش تقدر تعاود كما نقولوا نحن تبناها من اول جديد، ولا ما عادش تقدر تتماشى فيها كما مشاو فيها اللي قبلك. فهمت؟ وهذا راه دور باقتصادي، اما حقك هو عندي. فهمت؟ حقك هو عندي وهو حقك كما نقولوا نحن نعوض لك فيه انا في بلاصه اخرين، ولا نعوض لك فيه ماديا، ولا نعوض لك انت حكومه الطلب تشوف كيفاش باش تتفق معاهم الحاجات هذه اللي قالوا راهم هذوك املاكنا. هذا يقول شنو القوه تو مش نبيعوا على منظومه سياسيه ترى. فهمت؟ لكن ثم واقع اصلي. فهمت؟ ثم واقع اصلي يحكم فينا اللي الناس هم حتى ولو اختصوا اراضي اختصوا املاك سيروها صراحه باش نقفوا على راسنا ومازالوا يسيروا فيها. وانت جاتك ثوره فهمت؟ كسرت برشا حكايات وكيف تكمل مثل كما نقولوا نحن تنزع العمود الفقري تاع التجاري اللي هما رجال الاعمال. فهمت كيف؟ توجيه هكاك واتهمتهم وجلس لهم اموالهم وعملت لهم هي حكايه يمكن يكسروك يا ولد، يمكن تحارب من حارب هما الصيفين مش الصيفين انت جديد عليهم، انت داخل جديد عليهم ما تعرفش شنو هو الوضع الحقيقي في البلاد. يوم انت مكرهين ويعرفوها لو ضاع ويعرفوا البلاد. فالمفروض ما يكونش هكاك. باهي ضعف شنو؟ عاود لهم فيها اشياء اخرى. ينجموا كما نقولوا نحن الناس هذه اللي قالوا نحن ملاكنا اختصت فهمت؟ عاود لهم اشياء اخرى ينجموا يدوا فيها من الاول. وخلي الناس هذيك اللي قالوا اللي كانوا اختصوا اموالنا واملاكنا تكمل المصالح. لكن شنو هو خويا؟ بس تكمل المصالح شنو؟ مش بكثير. فهمت؟ مش بكثير. فهمت؟ فما كما نقولوا نحن طالب تحدث وحديث تحدث ولا الدنيا تبدلت ولا كما نقولوا نحن ثم سميح وثم كذا. فهمت؟ على خاطر انك مختصره في قاعده هي قاعده تعمل عند رجال الاعمال. فهمت؟ اللي كانوا نحن مكونين هذه كلها حتى ولو ليس عندك مختص بكل نحن مكونين ونحن مسيرين ونحن نعاونوا في البلاد بها. انت لازم تكون واحد فاهم. وفما حلول لو في موضوع زي حلول كبيره برشا تدي الطرفين وتدي الحكومه وتخرج الشعب من البلاد اللي هو فيها اللي السبب الرئيسي بتاعها الاولاني مش اول ارض من اول زراعه ولا اول ما صفتش ولا هي اخرى كيف تخرج العمل الفقر بتاعها رجال اعمال. انتم قلتوا الشيء الذي قلتم من الموارد الاصليه تاع البلاد هي رجال. فنقول رجال اعمال من رجال تاع البلاد قطع النظر على كونه كيف ولا مش هذا موضوع واحد. هذا هو السواد الاعظم للاقتصاد التونسي. فهمت؟ هو راهو ضرب الحكومه لرجال الاعمال. فهمت؟ ليش ضرب الحكومه لرجال الاعمال؟ الاساليب تحسن الصراحه. فهمت؟ وما فيهاش الحكمه وما فيهاش بعض الواقع. صراحه الحكومه ضربت رجال الاعمال اللي قالت عليهم فاسدين الاساليب تحسن يا ولدي. حتى الاسلام انا ما قالش كيف هذا ثم واقع الإسلام كما يقصد الواقع وكيفاش يتصرف مع الواقع. في عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي هو ثم حكم سابق اللي هو قطع اليد بالنسبة للسابق بالنسبة للإسلام وصد عقد ما قلناش نحن عقدوا عليه خسر الواقع خسر برشا فقر. فهمت كيف؟ والفقر هذا متسبب من الحكومة في عقد انت اليوم تاخذ في اساليب تحشد مش كنا في احكام تحشد في اساليب تحشد ما فيهاش حتى الحكمة والعقل والبعد الواقعي والنظر إلى المستقبل وغيره ما فيهاش من الوقت. هكذا خليك مصدوق أنا حفظت المال مجمد وكذا وكذا يكسروا لك البيت يا ولد إيش فيه؟ لكن تحصيل المنطقة تتحدث وتوقفوا كما نقولوا نحن هو عنده 50 سنة رجل أعمال يتحدث وتقول له كيفاش تقرأ وش يسقط يتكلم في البيت أول يوم على ما يسوي ما العلاج هي المشكلة تاع الفاقة. فهمت؟ أنا في الإسلام ولا حتى نحن كمسلمين كويس ولا كذا على أرض الواقع في الوقت هذا ما تكون كان بالإصلاح. فهمت؟ ومش شرط كما نقولوا نحن الإصلاح مع المحاسبة مو شرط الإسلام. رجل من بينها فهمت بالطرقات مو شرط كما تحاسب ومثال ولا كما نقولوا نحن طلبت منك الوضع الحالي مثال طلبت منك مثال كما نقولوا نحن كثورة كذا كما نقولوا نحن
نحن يلزم المحاسبة. يا ودي يلزم المحاسبة. لو أنا في شيء قلت يا أخوي تعرف شنو الثورة تقول لا نحاسبوهم مش كما نقولوا نحن نوصلوا نحققوا أهداف الثورة، شنو نحاسبوا التنزيل هذوما. أنا عادي نقول ماني خايف شيء، أنا اللي داخل في الربح خارج من الخسارة. فوسط الحكومة كي تحاسبهم نحفظ هذوما اللي هما رئيس عام الفقر بتاع البلاد وانت حكومة وتسمع كلام كما حكاية من الناس لا علاقة بالدولة بشؤون الدولة، من مواطنين عاديين ولا من حركة معينة ولا من حزب معين ولا من منظمة معينة، تسمع كلام كما حكاية انت تعرف شنو انت تخلص الخسارة خرجت مرة معاهم مع الجزائرية عكس خاطر انت حكومة شيء ونحن مواطنين نقولوا له حقنا ان تاخذ الثورة على محاسبة الفلسطين، نحن داخلين من الربح خارجين من الخسارة، اما انت حكومة مع الناس هذوما داخلة في الخسارة خارجة من الربح، فرق كبير برشا. دونك ما يمكنكش تتسلط من عند الناس ومن عند الشعب في حكايات باش تضرهم وهم ما يعرفوش. ولا المصلحة حاجة معينة يلزمك مصلحة البلاد. انت حكومة انت حكومة الحكومة يعني جاية من الحكمة، يلزمك تتحكمي في برشا امور وتعارف في برشا امور على خاطر تضر الاقتصاد وتضر كذا. فهمت؟ والوضع هو السلاح يكون مش نحاسب يكون بعد المحاسبة ثم الصلح ولا شيء. اللي حاسبني تصل اقل عقل يعني حاسبني معناه يعني شو مش حاسس بالفعل يعني كثير يا ولدي الناس كان مكان سيف يا ولدي انت بدكم كنتوا فين سيف يا ولدي كيف يصير التاريخ غير مباشر نحبوا نجدوا سيف وانت نجدوا سيف مش تاخذ الواحد من شهر البناء الثاني ولا البناء المدريش ولا السياسه الصحيحه كشاطين انتم مش بيعرفوا عندكم اغراض يعني باهيه في الراس فهمت غير هم جاوا في وضع مدعمهم النظام فهمت في عمل الناس كل تورس والناس الكل عندها اغراض والناس الكل عندها منظومات نتاع فساد والناس الكل تدخل في الفساد بطريقه او باخرى. فانت شيء تقول له اي حاسب بعد عن الاصلاح يمشي يختلف هو الحاسب عن الاصلاح هو اللي حاسب قبل ما تحاسب. يقول لي فهمت شيء الاقل عنكم ساعه ولا النظريه اللي قاعدين تاخذوا فيها ولا هكاك على بعض هي الشعب يحب كذا هي فرق مش كل شيء يحب الشعب ولا يتم ما دام يضر بالبلاد يضر بالشعب والشعب ما يعرفش مصلحته فيها الحكايه هذيك وانت حكومه عندك الحكمه لازم تتخذ القرارات الصحيحه في برشا امور وعمليه قدام الناس الكل يا ولدي ما تخاف من حد ما دام فيها مصلحه الناس فهمت وانت عندك نيه صادقه في مصلحه الشعب هذايا فهمت واخترت لها الموضوع الصحيح واللي تعرفوه انتم ما يعرفوش الشعب فهمت يقرر وخذ القرارات اللي ما هو عليها كان يلزم الحكايه هذه يا ولدي ما فهمش محاسبه شنو واحد يبقى الموضوع هذا يا ولدي كان يلزم ايش فيك يا ولدي اخي ايش فيه فيها معينه ولا منظمه معينه باش تصدر مصلحه الشعب ولا حمايه باش يطالبوا المنظمه هذيك على خاطر طالب الحق من حقوق الثوره اللي هو مضاد للواقع ويكسر الاقتصاد الدولي مش يحاسبوك انت. هذا موضوع نحن ناخذ فيه بعض النقاش ربي يعمل دليل عقار النقاش فهمت؟ راهو السلاح يكون كان بعروض فهمت؟ بعروض عقد فهمت كيفاش في مصارف الاسلام جاي بالعروض صلح العقد ناخذ معك عقد لكن يا خويا ما نحاسبكش اما ناخذ معك عقد للسلاح فهمت؟ يا خويا اذهب فانتم الطلقاء اما يا خويا فما عهد ما بين الناس اللي كانوا باش يصلحوا وانتم تصلحوا فهمت ونحن كما نقولوا نحن نعاونكم على السلاح باش نزيدوا نغرقوكم باش نحاسبوكم فهمت وتحفيزهم زاد بكون الاسلام جاي باش يخلص الناس اللي جات عمليه تحسسهم من الاسلام راهو جاي باش يخلص الناس من المضار وراهو ما يصلح الاقتصاد الوضع الحالي فهمت مش باش تصل قوانين وفهمت وتفرض عقوبات فهمت باش تفرض عقوبات باش تغيروا مع الساحه الرجال هذوما ولا الناس هذوما فهمت كيفاش باش تغيروا باش ترضي اطراف معينه فهمت يرضي صالح الاقتصاد راه عكس هذاك عكس المحاسبه راه صالح الاقتصاد راه الوضع الحالي واللي قاعدين يشوفوا فيها عكس صالح الاقتصاد اليوم هو تهذيب النفوس راه يكذب عليه هذا هو مش حكايه الحرص مع تهذيب النفوس بالنسبه للناس هذو معاهم فقر تاع البلاد فهمت كان مش عامل فقر لكن كما كانت في البلاد اللي جاي تعمل هذوما اللي يحطوا عليهم في البلاد فهمت هذا النفوس معاهم فهمت وتلزمهم انتم تقولوا نحن
تعاليم معينة. شنو هو تعاليم معينة؟ هي تعاليم تودي للإصلاح. فهمت كيفاش؟ هما الذين من الناس يسيروا فيها. أنا مقتنع اللي كانوا يسيروا فيها خاطر برشا رجال أعمال يعرفوا واحد اللي عندهم أكفاف بيت اللي يحب يصلح. فهمت؟ خليه يصلح بالدقة ولا بالضاع ولا بكثير ولا يسمع تعاليم ولا كثير. المهم خليه يسمع باش يصلح. فهمت؟ ولا هناك خلاف إذا انتهت الحاجة إلى الضرورة. ما فماش خلاف إذا انتهت الحاجة إلى الضرورة. ولا هي حاجة كما نقولوا نحن بالضروريات. فهمت؟ إذا كانت مضطر باش تعمل هكا اعمل هكا خويا، ما فما حتى مشكلة في الحكومة. فهمت؟ فديت أنه عودة الاختصاص والتغلب على الفقر. ما نكونوش كثيرين إلا إذا عادوا الرجال هذوما عادوا الرجال هذوما لتسيير الأعمال في البلاد. فهمت؟ تسيير الأعمال ومد المساعدة لهم. فهمت؟ وهم لازم يمدوا يديهم في المعاملة، يمدوا يديهم للحكومات سواء الحكومة هذه ولا اللي باش تجي. المهم الحكومة باش تاخذ الشعب التونسي. فهمت؟ وتحسسهم انهم راهو يفعلوه في الماضي يمكن الاصلاح وفي الحاجه ما حتى مشكل سبحان الله اصلا معهم في منظومه الاصلاحات. يا خويا انتم الطلقاء. فهمت؟ يا ولدي ابا سفيان بس السيد يكشش فيه الحكايه ولا سفيان يكشش فيه عليه خاطر سفيان يحب في الفخر ويحب في اللي نقولوا نحن في التشكل وكذا ومن يكشش فيه. ولو انه فيه تعاليم في الاسلام ربي سبحانه ما يحبش في التخاطي في المشي في التخاطي وكيف نقول نحن تسليل الصدر. ربي يحب وفرغ مكاتب كيفية أبدانية كانت من النوع هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. فالإصدار تعرف شنو هو قال؟ معليش على خاطر رجل أعمال هو فلوس عنده يعرف اللي يقول نحن يستحقوا الإسلام ويستحقوا الشعب ويستحقوا المسلمين. تعرف شنو قال؟ قال من دخل بيت أبي سفيان فهو كامل. شنو؟ شافوا أن الرجل هذا يحب لذلك يقول نحن الفقراء ويحب كما نقولوا نحن شكون يرفع له بالمستوى ويحب. فالرسول صلى الله عليه وسلم شنو هو اللي يحب عليه؟ خاطر ولكن كما كان الاقتصاد في الوقت هذاك ويستحقوا الإسلام ويستحقوا المسلمين ويستحقوا مكة ويستحقوا قريش إلى آخره. والسلام كان يعرف هذا أسلوب. أنت اليوم رجال الأعمال بصفة عامة اللي عندهم يدخلوا في الفساد وكذا نحن نقولوا يا ودي سواء اللي دافع عليه الفساد ولا اللي مشتبه به في الفساد ولا اللي غيره. فهمت؟ أعطيهم الفرصة خويا باش يبينوا أن هما راهو اللي عملناه نحن قبل عملناه راهو مش كما نقولوا نحن محبة فيه ولا ذاك هو الواقع. انت الدولة هاي الكلمة الأرضية بتاع وضع كما نقولوا نحن فيه الإصلاح. فهمت؟ باش ينجموا يصلحوا اللي كما نقولوا نحن ما نجموش يصلحوها قبل المثال. فهمت كيفاش؟ انت وفروا لهم الأرضية وتضرب عصفورين بحاجة من الناس هذوما ترجع كما نقولوا نحن عمود فقري وذلك بتاع الوكيل وتعامل على هم الشعب هذايا والفقر والفاقة هذايا منها تصلح فيها هم الناس هذوما كما نقولوا نحن وتنقذها من أعمال خارجة كما نقولوا نحن أعمال فيها يوفر لهم ويسر لهم الأمور هم راهم يطيحوا لك التضخم المالي وهم راهم يعدلوا لك الاقتصاد اللي خاطر عندهم خبرة كبيرة برشا. مش تجيب ناس يا ولدي ما ندريش أنا مانيش جايبهم معك فلوس في الفلوس هي في بيت الناس عاملين كانت تتمالك. فهمت؟ واذهبوا فأنتم الطلقاء وهذا هو ما صحيح الإسلام. وبالعالم برشا حكاية إن شاء الله في الموضوع هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.